يا ريس. إيه؟ لم يعد الأمر بأيدينا. ولماذا يا ريس؟ إنك مزعج أيها المغني. ولماذا يا ريس؟ قلت لك لم أعد رئيسا، لا أعد رئيسا. واصبر، لن تعد طمحا. إيه؟ يريدون هالشا بالأحجار والخشب. من هو؟ لست أدري. إنهم يحفرون الأرض ويبخرون عباب البحر بسفن كبيرة. عوض متى تذهب؟ عوض لقد فعل. لقد أصبح تسمية للأطفال، أصبح مقبولا. أسامة يا أسامة، من الذي غير رائحة مخزن التمر؟ هل أمرت بذلك؟ لم يعد مخزن تمر أيها المغني، لم يعد مخزن تمر، الآن أصبح مقهى. اسمع يا صاحب المقهى، إن بمن أسمح لك بأن تزيد عدد الكراسي في هذه المقهى. أسمعت؟ إننا نخشى على أنفسنا وأهلنا من الغرباء. لقد أجرت منك هذا المكان يا مسالم، وليس لك الحق وتعيش شهور. مكاني وأستطيع. أنك لا تستطيع شيئا يا مسالم. اذهب واصل لمصالحك ودعنا نسترزق الله. هيا تطردني من مكاني أيها القهوجي، تطردني من مكاني أيها القهوة. ماذا حدث؟ لماذا الصمت؟ إنني أحذرك من تلويث هذه الديرة. الزمن يتغير يا مسالم، ونحن نعمل في البر لا على ظهر سفن الدنيا. أنا لست أنا. حصل مساعد، سيد البحر، سيد الرجال، سيد الطمر. أنا لست أنا. أرجوك يا أستاذ من الحنان. البحر أخذ مني العقاب. أكبرت يا سيد مالك أموت. كان لابد أن أكون أستغل أيام الناس، جوع الناس، فقر الناس، يكون سيد الناس. كنت أحلم أن أكون رئيسا، أملك سفنا كثيرة ورجالا كثيرين، وأتزوج بجنات كثيرات. لكن البحر يذهب والقلب يضيع والنفس يهربون. كان لابد أن أكون أرعب. إننا نتسلى يا سيد الوزير. لم نقصد إهانة أبو أحمد، إننا نعشق حكاياته. إنها زوجة لا تزال تزرع الحوش بالورد والياسمين انتظارا لابن أحمد. نعم، ولم تقضي العدة حتى الآن، حتى أنها لم تغادر هذا البيت قط. العب لقد بطل هذا المجنون عقله. من الذي فقد عقله؟ عوض أجل عوض.
القديم. كلبك القديم كف عن ملاحقتي. مسكين أصبح مجنونا. 30 سنة 30 سنة وأنت لا تزالين سيدة نساء القرية. لن تدري في دمعة واحدة. إن من يعرف سيدي أبو أحمد لا يبكي يا ريس. قلت لك لا معه ريس، لا معه ريس، لا معه ريس. حسبي صمود